فكان محتلينكم الانجليز، ومن قبلهم المملكه الالبانيه او الملكيه الالبانيه محمد علي وسلالته، وقبلها الاحتلال الفرنسي نابليون بونابرت، وسبقوهم العثمانيين سليم الاول، ومن قبلهم المماليك بيبرس وقطز وباقي المماليك. طب وانت خد عندك عصور الاحتلال اللي مرت بها ارض الحجاز: 688 قبل الميلاد الغزو الاشوري الاول، 645 قبل الميلاد الغزو الاشوري الثاني، 599 قبل الميلاد الغزو البابلي، 539 قبل الميلاد الغزو الاخميني الفارسي، 332 قبل الميلاد الغزو المقدوني اليوناني، 259 قبل الميلاد الغزو البطلمي المصري، 107 قبل الميلاد الغزو الروماني لمملكة الأنباط والبصرة ومدائن صالح، 106 ميلاديا الغزو الروماني لمنطقة الحجاز، 40 سنة تحت الحكم الطولوني المصري، 200 سنة تحت الحكم الفاطمي المصري، 80 سنة تحت الحكم الأيوبي المصري، 500 سنة تحت الحكم العثماني. أما بالنسبة لعمرو بن العاص رضي الله عنه وفتح مصر ودخول اللغة العربية مصر، فأنتوا قبل الإسلام كانت لغاتكم متعددة، من ضمنهم لغة اسمها اللغة الحميرية. والسبب في تعدد لغاتكم إنه السيدة هاجر لما كانت عند بئر زمزم كنتم رحالة تتبعوا الطيور، وأينما اتجهت الطيور وجد الماء، لحد ما وصلتوا للسيدة هاجر واستأذنتوا تسكنوا بجوارها، وده كان مقابل أجر شهري. ووافقت السيدة هاجر، وفضلت طبعا تيجي قوافل ورا قوافل، وكل قافلة لغتها غير القافلة اللي جت قبلها، لحد ما اتعمرت الصحراء. ما فيش حد يقرب للتاني في الأصل، ولا كانت لغتكم العربية، لأنه أول من تكلم اللغة العربية هو نبي الله هود عليه السلام، وكان في اليمن. وأول من تكلم اللغة العربية الفصحى هو سيدنا إسماعيل عليه السلام، وده من عند ربنا، محدش علمها له. أما التعليقات اللي بتقول إحنا أحفاد رسول الله، فإحنا كلنا أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فأنت تراجع نسبك، ممكن تكون حفيد أبو جهل أو حفيد أبو لهب أو حفيد مسيلمة الكذاب، أو تكون من ضمن قبيلة من القبائل اللي طلع منها راجل لقتل الرسول عليه الصلاة والسلام. نأخذ من كل قبيلة الرجل. وأخيرا، كل الدول لها تاريخها اللي بتعتز به مهما كان. مش شرط الدولة تكون حضارتها في شوية أهرامات، في دولة حضارتها الرعي والتجارة، وفي دولة حضارتها زراعة القمح والقطن، وفي دولة حضارتها زراعة الزيتون. وحضارة مصر والعراق واليمن معروفة. وأول وآخر إحنا واحد، وما فيش فرق بيننا إلا بالتقوى. إحنا أولاد أعمارنا، ملناش دعوة باللي فات، ونحاول نصلح من نفسنا، وربنا يبعد عنا الفتنة. أنا عملت الفيديو ده ردا على الأخ ده، ناس اللي بتزور الحقائق، والناس اللي فاكرين نفسهم شعب الله المختار. لا فرق بيني وبينك إلا بالتقوى. بلاش ننبش في اللي فات، وخلينا نمشي في طريقنا بدون ما نعاير بعض. كل واحد فيه اللي فيه، وبس خلاص.